Hi, how are you doing? معاكم ميس خلود، والنهاردة احنا هنبدأ أول الحلقات في السلسلة بتاعة مناهج الإنجليش في ثانوي وابتدائي وإعدادي. أنا مش هشرح يا جماعة طبعا الليسنز كلها بالتفصيل، أنا بس هتكلم على الفوكابيلاري والجرامر اللي موجود في المناهج. أوكي، ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير ونعمل سبسكرايب ونفعل الجرس. تابعوني على الانستجرام والفيسبوك، وهسيب لكم كل السوشيال ميديا بتاعتي تحت في الديسكربشن، فيا ريت نتابعها كلها. وعايزين نعلي القناه كده شويه عشان القناه نايمه بقى لها فتره. انا مش موجوده كتير، بس برضو يعني انتوا برضو معرفش مختفيين، فيا ريت نحاول نبقى متواجدين اكتر من كده. تعالوا نبدا. النهارده انا هتكلم على اولى ثانوي mainly. نتكلم كده على اول تقريبا 2 يونتس الفوكابيلاري اللي انا شفتها في الكتاب او لاحظتها. يعني طبعا انا هكتب لكم الكلمه بالمعنى الانجليش وهنقول المعنى العربي واكزامبل عشان بس نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. اول كلمه هنقابلها لان هو بنتكلم على الحضاره المصريه وبنتكلم على السيفيلايزيشن. طبعا سيفيلايزيشن يعني حضاره. اوكي، وهقول لكم ليه التعريف بالانجلش عكس كل الفيديوهات اللي فاتت، لانه ممكن هتبقوا محتاجين الديفينيشن بالانجلش، هتبقوا محتاجينه في تشوز، في كومبليت، في اي حاجه من الحاجات دي. اوكي، طيب civilization يعني great and lasting achievement of a society، انجازات مهمه جدا لمجتمع معين، دي كلها بتمثل حضارته. اوكي، يعني بقول مثلا Egypt has a very old civilization، مصر عندها حضارة قديمة جدا. فكلمة حضارة يعني civilization. تاني كلمة عندي كلمة heritage. heritage يعني إرث، وده من الحاجات المهمة جدا. وعلى فكرة هي الدروس دي فعلا حلوة يعني بالنسبة لنا احنا كمصريين كمان، واللي من غير مصريين هتستفيدوا بالكلمات، بس قصدي احنا كمصريين حاسة هي بتتكلم على الحضارة وكده، ف this is very good. heritage يعني history و traditions و values passed down يعني يتورث. to pass down حاجة تورثها، فالقيم والمبادئ والأخلاق والتاريخ اللي انت بتورثه للأجيال اللي بعدك هو ده الإرث اللي انت بتسيبه لهم. اوكي، خلي بالك غير الميراث حاجة اللي هو مادي الفلوس، والإرث اللي هو الهيريتج ده حاجة تانية اسمه inheritance اللي هو فيه فلوس. لكن الهيريتج يعني إرث مش مادي، إرث معنوي، تاريخ، قيم، أخلاق، مبادئ، حاجات كده. أوكي، يعني ممكن مثلا أقول we have to preserve our heritage، لازم نحافظ على الإرث بتاعنا. وكلمة preserve عشان هناخدها دلوقتي هنطلع منها على الكلمة اللي بعدها. كلمة preserve يعني يحافظ على شيء أو يحفظه. اوكي، to keep something as it is يعني نسيب حاجة زي ما هي، ما نقعدش نلعب فيها ونغيرها، سيبها على حالها. اوكي، طيب الكلمة اللي بعد كده عندي كلمة identity يعني هوية، وهتلاقوني بقولها كتير جدا. الايدنتيتي بتاعتنا، الايدنتيتي العربية، اوكي، الارابيك identity. هوية يعني ايه؟ a person's name or other facts about who he is، يعني اسمك او اي حاجة تعرفك، اي حاجة تقولي انت مين. الهوية تشمل يا جماعة اللغة، تشمل الاسم، تشمل الصفات، تشمل التاريخ بتاعك، الباك جراوند بتاع كل الحاجات دي. ده يعتبر انت، ده يعتبر هويتك، الايدنتيتي، الجنسية، الدين، كل دي الهوية. اوكي، فانا لما اقول we have to preserve our Arabic identity يعني لازم نحافظ على الهوية العربية بتاعتنا. اوكي، وعلى فكرة ده فعلا حقيقي، دي نصيحة حقيقية. الكلمة اللي عايزة اقولها بعد كده هي monuments يعني آثار، الآثار السياحة، الآثار بتاعت الناس القديمة. historical buildings or structures of importance يعني أي حاجة، مباني أو أشياء معمولة أو كده ليها بعد تاريخي أو أهمية تاريخية، هو ده اللي بيعتبر monuments من الآثار. أوكي، يعني ممكن أقول لحد you should visit Egyptian monuments، لازم تزور أو تعالى زور الآثار المصرية مثلا. أوكي،
الكلمة اللي بعد كده كلمة inspire. inspire يعني يلهم، يعني اما اقول لحد you inspire me، انت بتلهمني، بتديني، بشوف فيك حاجة حلوة فانا ببقى عايزة اعمل زيك، فده بيديني الهام، يعني بيلهمني ان انا اعمل زيك، وطبعا الانسبيريشن بيبقى الحاجة الحلوة يعني، لكن مش حاجة وحشة. inspire يعني something that motivates and encourages others، حاجة بتحمسك، بتديك دافع، بتشجعك انك تعمل حاجة ايجابية. اوكي، يعني ممكن اقول his confidence inspires me، ثقته في نفسه بتلهمني، بتخليني انا كمان عايزه ابقى عندي ثقه في نفسي زيه مثلا. اوكي، خلي بالكم دايما بتيجي للحاجات الايجابيه مش السلبيه، يعني ما اروحش اقلد حد في حاجه سلبيه اقول انسباير، لا، انسباير دايما حاجه ايجابيه. اخر كلمه هقولها في الفيديو وهي كلمه achievements دي جمع طبعا، مفردها achievement، ودي noun بمعنى انجازات. اوكي، something that you did or get after working to make it happen. اوكي، and that makes you happy او satisfied، حاجة انت بتشتغل عشان تحققها او بتخطط عشان تحققها او تعملها او تجيلك تحصل عليها، ولما بتحصل عليها دي بيخليك سعيد. هو ده الانجازات بتاعتك في الحياة، يعني انك تتخرج، انك تلاقي وظيفة كويسة، انك تترقى في منصب كويس، كل دي انجازات، انك تتجوز حد بتحبه، كل دي انجازات. اوكي، يعني ممكن اقول winning an Oscar is one of the greatest achievements an actor can hope for، يعني انك ان حد يكسب جايزة اوسكار دي من اكبر الانجازات اللي اي ممثل بيتمناها، لانها حاجة كبيرة وتعتبر من الانجازات بتاعته. طيب انا هنا اتكلمت على الجزء ده من الفوكابيلاري، وده اول حاجة في اول ابيسود يعني عندنا في سلسلة منهج الانجليش لسنة اولى ثانوي في مصر، بس طبعا هتفيد اي حد حتى لو مش في مصر، لان زي ما بقول لكم ده فوكابيلاري وجرامر. طبعا هتلاقوا فيه المفروض انه التو يونتس الاولانيين فيهم شرح للباست كونتينيوس والباست سيمبل ووايل وكده، ده موجود اوريدي على القناه، انا هسيب لكم لينكات الفيديوهات دي تحت في الديسكربشن، فيا ريت تشوفوها، ده الجزء الجرامر. اوكي، وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم، ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير نفعل الجرس وكل الحاجات دي. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي، باي باي.